دار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم، فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم، بهذا المقام وهذا النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نسير سويا في مدينته الحالمة بذكرياته بأبي هو وأمي. سبحان الله، وأنا أسير معكم كأننا نصنع في هذه المدينة الذكريات، وغدا بإذن الله نراها بأم أعيننا سويا بإذن الله. وأشعر أن الرحلة قربت على النهاية، وأنني سأودعكم بعد أيام وتودعونني، كل واحد سيذهب إلى بلده، لكني والله أشعر أنني أتمنى أن أذهب مع كل واحد منكم إلى مدينته وإلى دولته وأزوره في بيته، وبإذن الله يتحقق لنا ذلك. كم أحبكم في الله، وأشعر أنني قد ارتبطت معكم في هذه الرحلة، ولم يجمعنا في هذه الرحلة إلا رسول أجمل من القمر. هيا بسرعة، فهناك مكان ينتظرنا سيحدثنا عن شيء في خواطرنا. ونحن نسير أخبرتني تلك الفتاة فقالت لي: كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونظرت لذلك الشاب الجميل وهو يخبرني الذي أعرفه أن شعره كان أسودا، فقلت في نفسي: لنذهب إلى ذلك المكان وهو الذي سوف يخبرنا. اقتربنا، وإذ بذلك المكان يبوح لنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان شعره أحيانا يصل إلى أذنيه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم الأسود أحيانا يصل إلى أذنيه، وهذا كان يسمى وفرة. وأحيانا يصل شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل كتفيه، وهذا كان يسمى لمة. وأحيانا يصل إلى كتفيه، وهذا كان يسمى لحمة. يصل إلى أذنيه، إلى قبل كتفيه، إلى كتفيه. هذا كان صفة شعر رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأنا جالس أتخيل وجهه الأبيض المشرب بحمرة، عيناه الواسعتان الطويلتان، رموشه الطويلة، حاجباه مقوسة ومتصلة، وخده القسيم الجميل، وشفتيه، وأسنانه البيضاء، وشعره الأسود. أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم.